السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حبايبي اخواتي وبناتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. وكل حبايبي واخواتي وبناتي الجداد اللي بيشوفوني لأول مرة ولسه ما اشتركوش في قناتي، اتمنى تشتركوا وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد، ويوصل لكم اشعار بكل وصفة جديدة انزلها ان شاء الله. هنعمل مع بعض بقى ان شاء الله النهاردة قرص مبسوسة ناعمة وطرية في نفس الوقت، جميلة جدا. هنحشيها بالجبنة، هتطلع معاكي في منتهى الجمال بكل سهولة وبساطة. خليكي معايا بس خطوة بخطوة وان شاء الله تنجح معاكي من اول مرة. حتى لو انتي اول مرة تعمليها هتعمليها بالطريقة دي وهتطلع معاكي ناجحة بإذن الله وممتازة وجميلة جدا وفي منتهى الجمال، ناعمة وطرية في نفس الوقت. ولحد اخر واحدة هتاكليها هتفضل معاكي بالنعومة والطراوة بتاعتها زي ما هي. يلا بينا على بركة الله نبدأ وصفتنا. هنعمل 2 كيلو من الدقيق. انت لو حابة تعملي كيلو واحد هتقسمي المقادير اللي انا هعملها دي وتعملي كيلو واحد عادي. انا حطيت معلقتين كبار من الخميرة، و200 جرام من السكر، كوباية كبيرة، وكوباية مية وكوباية لبن. وهقلب كل ده مع بعضه واسيب الخميرة تتفاعل. طبعا انت لو هتعملي كيلو دقيق هتعملي نص الخميرة بس ونص السكر ده، يعني معلقة خميرة و100 جرام سكر بس. انا هعمل 2 كيلو زي ما قلت لكم، فعشان كده حطيت معلقتين كبار خميرة و200 جرام سكر، وهسيبها تتفاعل تبقى بالشكل اللي قدامكم ده. ومعايا 2 كيلو من الدقيق حطيت عليهم نص معلقة ملح، و3 كوبايات من السمنة المذابة. انا سيحتها عشان املى الكوباية بيها زي ما انتم شايفين كده، تكون دافية بسيط كده. وكوباية من الزيت، وهقلب كل ده مع الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. السمنة طبعا بتدي نعومة وطراوة، والزيت بيدي قرمشة بسيطة كده، لكن هيبقى في منتهى الجمال معاكي. انا مش مكترة زيت عشان ما تبقاش القرص ناشفة، انا مكترة السمنة اكتر. لكن انت لو حابة تعملي 2 زيت و2 سمنة بتنفع برضو تبقى جميلة. لكن السمنة بتدي طراوة ونعومة للقرص بتاعتنا. ونبسها زي ما انت شايفة كده، نبس كل الدقيق بالسمنة بتاعتنا كده. تفضلي تبسي وتجيبي الدقيق من تحت، وما تخليش اي دقيق مش مغلف بالسمنة، لازم تغلفي الدقيق كله بالسمنة. تقلبي السمنة والدقيق مع بعض كويس جدا، وتجيبي من تحت لفوق كده عشان ما يبقاش فيه دقيق تحت مختفي لسه ما تغلفش بالسمنة معاكي. فتحاولي تجيبي الدقيق كله من تحت لفوق لحد ما تخلصيه خالص ويبقى معاكي زي الرمل المبلول زي ما انت شايفة كده. خلاص كده نفتح فتحة كده في النص ونجيب الخميرة بتاعتنا زي ما انتم شايفين اتفعلت اهي. بنقلبها بس كويس كده، برضو لو في شوية من السكر ما دابوش فيها بنقلبها كويس، ندوبهم وننزلها كلها بأي بواقي من السكر ننزلها فيها برضو كده. ونقلب كده الخميرة مع الدقيق بتاعنا. وننزل بقى دلوقتي ب3 كوبايات. هنحط كوبايتين من اللبن، وهنحط مع كوبايتين اللبن كوباية من المية. بس انا هحط كوبايتين اللبن وابدا اعجن، وكوبايه الميه هحطها شويه بشويه، مش هحطها مره واحده. وهنبدا بقى نعجن العجين بتاعنا كده، القرص بتاعتنا. بس طبعا انت مش بتعجني وتلتي جامد، لا ولا حاجه، انت بس يا دوب بتلمي العجين بتاعك زي ما انت شايفاني بعمل كده. بتلم الدقيق بالعجين بتاعك يعني، باللبن واللي انت حطاه. وتلميها كويس كده وتشربيها من السوائل بتاعتها. مش بتعجني عجن جامد، هي طبعا برضو مش هيبقى لها عرق، لان نسبة السمنة بتاعتنا كويسة فيها فمش هيبقى لها عرق. احنا حطينا نسبة دهون 800 جرام عليها، يعني ال2 كيلو بياخدوا 800 جرام من المادة الدهنية، سواء سمنة وزيت او سمنة بس او زيت بس، حسب ما انت تكوني بتعجني. فال2 كيلو بياخدوا 800 جرام من المادة الدهنية اللي هم 4 كوبايات، 3 كوبايات من السمنة وكوباية من الزيت. وبحط برضو شوية المية زي ما انت شايفين كده شوية بشوية، وبلم العجينة برضو زي ما انت شايفة كده بالطريقة دي. تفضلي تحطي شوية بشوية وتلم العجينة لحد ما توصل معاكي عجينة ناعمة وطرية في نفس الوقت، مش ناشفة ولا لينة قوي. احنا كل السوائل اللي خدته معانا، في البداية حطينا كوباية مية وكوباية لبن مع الخميرة، ودلوقتي حطينا كوبايتين لبن وكوباية مية كمان أثناء العجن. يبقى كل السوائل معانا 5 كوبايات، 3 لبن و2 مية.
انت ممكن تستعملي كل ال5 كوبايات لبن بس او مية بس برضو تمشي وتبقى تمام. لكن الميكس ما بين اللبن والمية بيخليلك القرص جميلة جدا، تبقى ناعمة وطرية وتفضل معاك لحد اخر قرصة بنفس النعومة والطراوة بتاعتها. خلاص كده انا خلصت العجين بتاعي زي ما انت شايفة كده، والحلة اللي انت بتعجني فيها او الحاجة اللي بتعجني فيها تلاقيها نطفت معاكي ومبقاش فيها اي عجين خالص، وتبقى كده العجينة ناجحة معاكي ناعمة وطرية في نفس الوقت. خلاص كده خلصتها، بسيبها ترتاح كده 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير، مش هتختمر خمر كامل قبل ما اشكلها، لان احنا هنسيبها برضو تختمر الخمر الكامل اثناء بعد التقطيع. هنسيبها في الصاجات بتاعتها تختمر كويس. هاخد قطعة من العجين زي ما انتم شايفين كده وابدأ اقطعها تقطيعات بقى اللي انت عايزاها حسب حجم القرصة اللي انت حباها، حباها كبيرة او صغيرة بتقطعي القطعية اللي انت عايزاها. انا عاملاها قرص متوسطة كده، مش صغيرة قوي ولا كبيرة قوي برضو، وسط كده زي ما انت شايفة. لكن انت طبعا بتعملي الحجم اللي انت عايزاه، يعني لو عايزاها اصغر من كده بتصغري التقطيع، ولو عايزاها اكبر من كده برضو بتكبري التقطيع، يعني حسب ما انت عايزة طبعا وحسب ما انتوا بتحبوا. وممكن تعملي اشكال تانية او تشكلي زي ما انت عايزة. ممكن تعمليها يعني الاشكال اللي انت تحبيها والتقطيع اللي انت تحبيها. وبعد ما نخلص كل الكمية دي بنغطيها حوالي 10 دقايق كده بس ترتاح. وبعد كده بنبدأ نحشيها. هجيب اي نوع جبنة بقى انت بتحبيه، اي نوع عندك متوفر في البيت او اي نوع بيكونوا بتحبيه انت واولادك. وتبدأي تمسكي قطعة بقطعة تفتحيها وتحشيها شوية من الجبنة وتقفليها من تحت بنفس الطريقة، وترجعي تحطيها تاني على التقفيلة من تحت. وتجيبي برضو قطعة تانية تفتحيها وتحطي برضو الجبنة، وممكن تعمليها بالطول كده زي ما انا بعمل وتقفليها كويس جدا بالطول كده، وبرضو تحطيها زي اللي قبلها وتعملي كل الكمية بنفس الطريقة دي. طبعا بتحشي زي ما قلتلك اي نوع جبنة، ممكن تحطي مع الجبنة فلفل اخضر وزيتون، ممكن تغيري الحشوة وتحشيها ملبن او عجوة او اي حاجة انت بتحبيها. طبعا الحشوة دي اختياري، لكن احنا النهاردة بنعمل قرص بالجبنة، يعني حاجة كده برضو تغيير للاطفال بيحبوا الحاجات اللي زي دي. طبعا جميلة جدا معاهم وبيحبوها للفطار والعشاء او معاهم في المدارس، هتبقى جميلة معاكي في منتهى الجمال. وبعد ما نخلص كل الكمية نحشيها. طبعا انت بتاخدي قطعة بقطعة من العجين بتاعك وتقطعيه وتحشيه، لكن وبقية العجين بتاعك بتبقي مغطياه علشان برضو ما يعملش معاكي تشققات او حاجة او يزهقك في التقطيع. بتبقي مغطية كمية العجين وبتاخدي منها شوية بشوية وتعمليه وتشكليه. انا طبعا هشكل الشوية دول قدامكم وبعد كده هعمل الكمية بتاعتي. بعد ما نخلص بقى حشوة الجبنة كده زي ما انتم شايفين، بيكون شوية القرص اللي احنا حشيناهم دول ارتاحوا شوية. بنبدأ نبططهم تبطيطة متوسطة كده، مش سميكة قوي ولا رفيعة قوي برضو. ونجيب بقى سكينة كده او اي حاجة وتبدأي تعملي فيها فتحات على الوش عشان برضو ما تنتفخش معاكي في الفرن وانت بتسويها، لان هي لسه هتختمر، فما تبقاش منفوخة قوي كده وشكلها مش مستحب. فبتعملي الفتحات دي وبترص القرص بتاعتك في الصاجات او الصواني اللي انت هتسوي فيها، وتغطيها وتسيبيها تختمر كويس جدا، لان احنا طبعا في الشتاء. فبتسيبيها بقى تختمر في الصواني بتاعتها او الصجان اللي هتسوي فيهم لحد ما يختمروا كويس جدا وتبدأي تسويهم. انا طبعا هسوي القرص بتاعتي في فرن الغاز، لكن انتي لو ما عندكيش فرن غاز انت ممكن تستعملي فرن البوتاجاز عادي جدا. ادي القرص بتاعتي بعد ما اختمرت جدا ولعت الفرن بتاعي على نار متوسطة. هدخل بقى القرص بتاعتي فيه. وطبعا زي ما قلت لك لو ما عندكيش فرن غاز هتستعملي فرن البوتاجاز بتاعك. هتشغلي الفرن والشواية مع بعض وتحطي القرص بتاعتك على الشبكة اللي في النص. لكن انتي لو ما عندكيش البوتاجاز برضو بيشتغل شواية وفرن مع بعض، بتشغلي الفرن من تحت لحد ما القرص بتاعتك تحمر من تحت، وبعد كده بتطفي الفرن وتشغلي الشواية عليها شوية لحد ما تحمر من فوق، وخلاص كده تبقى مظبوطة معاكي وتمام وتبقى نفس نتيجة الفرن الغاز.
وبعد ما بتسوي بقى القرص، طبعا انت بتلفي الصاج بتاعك او الصينية على جميع الاتجاهات عشان تحمر من كل الاتجاهات وتطلع زي بعض زي ما انت شايفة كده. سويت انا الصاج ده الاولاني وطلع زي ما انت شايفة في منتهى الجمال اهو، جميلة جدا، والتسوية حلوة قوي من فوق ومن تحت. اللون ده حلو قوي كده، ما تزوديش اللون عن كده يعني. وخلاص كده انا خلصت الصاج دوت، وهسوي كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة، وهوريكم بقى الكمية بتاعتي طلعت قد ايه. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده ال2 كيلو عملوا الكمية دي، كمية حلوة جدا ما شاء الله. جربوا بقى القرص بالطريقة دي، تطلع معاكم في منتهى الجمال، ناعمة وطرية في نفس الوقت، وحلوة جدا، وريحتها وطعمها جميل جدا بصراحة. هي سهلة وسريعة اهي، مش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود، وهتنفع معاكي بقى في الفطار وفي العشاء، وللأولاد طبعا هم رايحين المدارس. الجبنة ما شاء الله سايحة جواها، طرية جدا، والجبنة فيها ما شاء الله، وريحتها وطعمها يجننوا بجد. لحد آخر واحدة من القرص هتفضل معاكي بالطراوة والنعومة دي زي ما انت شايفة كده. فياريت تجربوها، وبألف هنا وشفا مقدما. ونعمل شير للفيديو عشان الوصفة توصل لكل حبايبنا، ويعملوا القرص بتاعتنا الجميلة دي. ولو لسه معايا للنهاية، يا ريت بقى ما تنسينيش باللايك والسبسكرايب وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. واشوفك على الف خير في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.